السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده هعمل صينيه كيكه بجد، يعني كانت ولا على البال ولا على الخاطر. ولادي طلبوها مني، كنت بعملها الساعه 12 بالليل. خلاص، ففي اللي عايزها بقى تكون بالشوكولاته، وفي اللي عايزها اللي هي العاديه اللي هي تبقى ايه لونها فاتح. وكمان عملتها في زي ما شفتوا كده، الكوبايه حطيتها في قلب الصينيه. وكنت اول مره احط الكوبايه ازاز وادخلها في الفرن. وهتشوفوا النتيجه معايا دلوقتي. بجد اول مره احط كوبايه في قلب صينيه الكيكه، واكني عاملاها في قلب كيك مخصوص. بسم الله ونصلي على الرسول. الكيكه ديت سهله خالص وما بتاخدش وقت. لو انت مبتدئه او بنوته صغيره تعمليها بجد نتيجتها ممتازه. معايا بقى 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. اعمل كل بيضه لوحدها كده في الطبق عشان اتاكد انها البيضه تكون حلوه. يا ريت لو انت اول مره تشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. حطيت عليهم كيسين من الفانيليا، وهحط كوبايه سكر. لو عايزاها تكون مسكره يعني وكده ممكن تحط كوبايه وربع. هضرب بقى البيض مع الفانيليا. عايزه الخليط يكون لونه فاتح، وبعدين هنزل عليهم بكوبايه السكر. وارجع اشغل عليهم الخلاط تاني. واخدين بالكم الخليط بقى لونه فاتح. احط عليهم كوبايه لبن يكون دافي. يبقى ال3 بيضات، حطيت كيسين من الفانيليا، كوبايه سكر، كوبايه لبن دافي. احط نص كوبايه زيت. واشغل عليهم الخلاط تاني. واخدين بالكم الخليط بقى لونه فاتح ازاي؟ بنحط البيض الاول وبعدين الفانيليا، وحطيت السكر وكوبايه اللبن، وفي الاخر حطيت نص كوبايه زيت. واخدين بالكم الخليط بقى لونه فاتح، وده اللي انا عايزاه. احط عليهم بقى كوبايتين دقيق، ولازم طبعا انخله. دي تاني مره انخله. ما تنخلي الدقيق مره او 2 بيدي هشاشه كده للكيكه وبتطلعها مظبوطه معاك. خلاص كده. في شويه دي كانوا لازقين في قلب الكوبايه هنزلهم. احط عليهم كيس بيكنج باودر. هحط الكيس كله. تمام كده. ورشه ملح، رشه بسيطه خالص من الملح. خلاص كده معايا زي الفل. هقلبهم بقى بالمضرب بتاع السلك العادي خالص لحد ما نخلط الدقيق مع كل المكونات السائله. شايفين القوام بتاعها خفيف. هحط كمان نص كوبايه دقيق. لو انت بقى مبتدئه او ما بتعرفيش المقادير مظبوطه او كده بتحطي كوبايتين دقيق الاول، وبعدين بنشوف قوام الكيك. ليه بقى؟ ممكن اكون البيض اللي انا عاملاه 3 بيضات يكون حجمهم كبير. ممكن اكون مثلا كوبايه اللبن كنت ملياها قوي. فاهمين قصدي؟ فانت على حسب القوام بتاع الكيك. بنحط كوبايتين دقيق الاول، ولو لقينا القوام بتاعها خفيف بنحط نص كوبايه الدقيق التانية. هو المقدار معروف طبعا، بيبقى كوبايتين ونص، بس بننزل بهم برضو ما بنحطهمش مره واحده. وزي ما قلت لكم ممكن يكون حجم البيض كبير. اللي انت مثلا هتعمليه يكون حجم البيض اللي انت عاملاه صغير. كوبايه اللبن ممكن اكون كنت ملياها، ممكن تكون عندك تكون الكوبايه ناقصه شويه كده. فاهمين قصدي؟ وده القوام بتاعها المظبوط. حطيت كوبايتين ونص دقيق اهي. عندي بقى معلقتين كاكاو خام. اخلط معاه 3 4 معالق كده من اللبن. خلاص كده لحد ما تتكون عجينه ويكون الكاكاو يتخلط تماما مع اللبن. هنزل بقى بنص كميه الكيكه واقلبها كويس قوي.
هو لونه غامق بس الاضاءه كانت عاليه فباين ايه لونه فاتح شويه، اما هو لونه غامق خالص. جبت بقى صينيه حطيت فيها معلقه من الزبده ورشه دقيق، ممكن تحطي سمنه لو عايزه، ممكن تحطي زيت وتحطي عليها رشه دقيق في الصينيه دي. الصينيه ديت بيبقوا 3 صواني من فوق بعضهم، دي اصغر صينيه. فانا بصراحه كنت عايزه اعملها يعني يكون شكل مختلف اكن عاملاها في قالب كيك. فحطيته كوبايه. بصراحه والله اول مره احط كوبايه ازاز في قلب صينيه الكيكه واحطها في الفرن بامانه. فحطيتها زي ما انتم شايفين كده، كوبايه ناشفه مش مبلوله، وقسمت فيها الخليط زي ما انتم شايفين، اللي هي بالشوكولاته لوحدها واللي هي الساده في الجزء التاني، وبنزل الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. فنصها كده ونص التاني لون فاتح. طبعا ايه ولادي في اللي بيحبها كده وفي اللي يحبها كده، فانا حبيت ايه ارض جميع الاطراف يعني. ودي شكلها بعد ما طلع بجد ممتازه، بقيت فرحانه. او بصوا بقى طول ما هي في الفرن وانا حاطه ايدي على قلبي، خايفه لا قدر الله بص اسمع اي انفجار، الكوبايه تفرقع ولا يجرى لها اي حاجه وهي في الفرن كمان. وهات وانا بشيلها كل ما اشيلها تسقط مني تاني زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى؟ الكوبايه كانها متعبيه هوا من جوه، الكوبايه تيجي تشيلها كده تقيله، فانت بتسني عليها شويه كده 10 دقايق ولا حاجه تهدى، وبعد كده بتشيليها بالراحه خالص. والحمد لله ما جرراش اي حاجه زي ما انتم شايفين. وصينيه الكيكه اكني عاملاها في قالب كده بتاع كيك، بجد شكلها حلو قوي والنتيجه بتاعتها ممتازه. ولادي بقى بيحبوا الحاجه تكون مسكره زياده عن اللزوم، فهجي طحنت شويه سكر في المطحنه بتاع الخلاط ورشيتهم على الوش كده. ما تحطش السكر وهي تكون لسه سخنه، لازم تكون تهدى شويه كده ربع ساعه ولا حاجه عشان السكر ما يسيحش. بجد شكلها حلو قوي قوي وطريقتها سهله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ويا ريت تجربيها بنفس الطريقه هتعجبك قوي. شايفين بقى واخدين بالكم من السكينه؟ الكيكه نفسها طريه بتطلع وبتنزل كده، بجد طريه وهشه ممتازه. كفايه بس كده شكلها الجميل. شايفين ما شاء الله حلوه قوي، طعم بقى وريحه وشكل بجد ممتازه. شايفين طريقه طراوه مفيش بعد كده. وعملناها في الخلاط وطريقتها سهله. ايه رايكم بقى في الكيكه النهارده؟ بجد حلوه قوي. لو انت عايزه تعمليها بالكوبايه جربيها بقلب جامد ما تخافيش. بحطها في الرف اللي في النص على درجه حراره 180. بعد ما بتستوي بنسيبها 5 دقايق و10 دقايق كده في الفرن. بوارب عليها الفرن بس الباب بتاع الفرن، ما بطلعهاش على طول عشان ما تهبطش. وقطعتها معاكم زي ما انتم شايفين كده، كان بقالها حوالي ربع ساعه مطلعاها من الفرن. طريه وهشه وطعمها حلو ونتيجتها ممتازه. بجد تحفه. جربيها وانا متاكده انها باذن الله تعجبك. يا ريت تشتركي في القناه لو انتم مش مشتركه، وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.